الصدمة مش في الفيديو ده، الصدمة كانت في البداية، وفعلا من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين. والسؤال يا ترى إيه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة البحيرة، وتحديدا مدينة رشيد. تبدأ القصة سنة 2022 مع عيلة معروفة هناك اسمها عيلة المسلماني، عيلة محترمة ومشهورين بالكرم والأخلاق وحسن المعاملة. الوالد اسمه محمود إبراهيم المسلماني وعنده 5 أولاد، علي ومحمد، والابن الثالث اسمه أحمد، والرابع معاذ، وأصغرهم ياسين. الحاج محمود بيمتلك 3 محلات لبيع الذهب موجودين في أماكن مختلفة، محل في محافظة اسكندرية ومحلين في البحيرة، واحد في إيدكو والتاني في رشيد، وده اللي هتدور حواليه أحداث القضية. بس في الأول وكالعادة خليك فاكر إني بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. أولاد الحاج محمود الكبار هم اللي كانوا بيديروا ال3 فروع، بس أحمد ابنه الوسطاني هو اللي كان شايل المسؤولية الأكبر في إدارة المحلات، وفي الوقت ده كان عنده 24 سنة ولسه مخلص دراسته في كلية إدارة الأعمال، وكان خاطب بنت من اسكندرية اسمها نوال. أحمد شاب محترم وشهم مع الكل، معروف عنه إنه صديق وفي وبيعمل خير بشكل دايم. أحمد فتح بيوت ناس كتير، ده طبعا غير اللي كانوا شغالين معاه، وللأسف ما كانش يعرف إن أحيانا الكرم والطيبة ممكن يكونوا سبب النهاية. في فرع رشيد وفي سنة 2022 كان شغال مع أحمد شاب صغير اسمه فارس، ووقتها كان عنده 17 سنة، وأحمد وإخواته كانوا بيعاملوا فارس كأنه أخ ليهم ومش مجرد موظف عندهم. علموه كل حاجة تخص بيع الذهب وإزاي يتعامل مع الزبائن. وبعد فترة بدأ أحمد يعامل فارس كصاحب وأخ بجد، كان شايف فيه إنه شخص أمين ويعتمد عليه. وفي أواخر شهر 7 2023 أحمد المسلماني حصل عنده مشاكل عائلية، فبدأ يقل تركيزه واعتمد على فارس وساب له مسؤولية المحل. وفارس كان كل يوم بيروح البيت عند أحمد ياخد المفتاح بتاع المحل عشان يفتح، وآخر اليوم يقفل ويرجع البيت عشان يسلمهم المفتاح. والأمور كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما الأوضاع الأسرية استقرت وأحمد رجع يركز في شغله مرة تانية. لكن بعد رجوعه للشغل لاحظ إن المحل اللي فارس كان مسؤول عنه في نقص في البضاعة بشكل كبير وملحوظ. ولأن أحمد بطبعه شخص محترم وخاف يظلم، قال ممكن يكون في غلط في الحسابات، وبدأ يعمل جرد واكتشف إن فعلا في نقص، والنقص ده عبارة عن 1.5 كيلو ذهب، يعني بنتكلم في المتوسط 4.5 مليون جنيه. كل ده ولسه أحمد مش عاوز يصدق إن فارس اللي كان معاه عيش وملح واعتبره أخ وأمنه ممكن يكون هو اللي سرق، ولقى إن من الأفضل إنه يراجع كاميرات المراقبة الموجودة في المحل قبل أي تصرف ممكن يعمله. والصدمة ما كانتش في اللي شافه، الصدمة كانت في الخطة المرسومة والندالة المفرطة. فارس هو اللي كان بيسرق طول فترة غياب أحمد، وشافه وهو بيحط الذهب في جيوبه، ودي كانت خيانة أمانة وندالة. أما الخطة ففارس كان بياخد الذهب على مراحل عشان يعرف طبعا يروح بيه آخر اليوم، وكان بينتظر وقت تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء لأنه كان فاكر إن الكاميرات هتفصل ومش هتسجل حاجة. واستمرت السرقة لمدة أسبوع، من يوم 31/7 ليوم 7/8. أحمد قدر يحدد إيه هي القطعة المسروقة بالظبط، وفي اللحظة دي واجه فارس بكل اللي عرفه، والغريب إن فارس بينكر بمنتهى البجاحة. أحمد مسكتش وخد موقف قانوني معاه وعمل له محضر بالسرقة بتاريخ 7/8/2023، وقدم الفيديوهات اللي بتثبت ادعائه للشرطة واللي بيثبت مدى أخلاق أحمد. البوست اللي شيره على صفحته وقال فيه إن عدم نشر فيديوهات السرقة مراعاة لأمه وإخواته. والمحضر اتحول للنيابة واستمرت الإجراءات لشهور لحد ما فارس اتحكم عليه غيابي بالسجن لمدة 5 سنين، وده لأن فارس هرب من بعد البلاغ اللي أحمد قدمه وما تمش القبض عليه في وقتها. وعادل منسي والد فارس اتحكم عليه بالتستر على ابنه ومساعدته في إخفاء المسروقات، وقدم استئناف وأخد براءة. وبعد الواقعة دي عيلة المسلماني سكتوا وما بقاش حد فيهم يفكر في القضية، وسابوا الأمر بين إيدين الشرطة لحين القبض على فارس. في الوقت ده أحمد كان لسه عريس جديد، كمل حياته مع زوجته وحياتهم كانت سعيدة. وفي خلال سنة من جوازهم ربنا أكرمهم بولد وسموه محمد، والطفل ده كان فرحة كبيرة لعيلة المسلماني كلها. وبالنسبة لأحمد فكل تركيزه كان في شغله وعيلته وبس، واهتم بالسوشيال ميديا والتسويق، وكان على طول بيعمل عروض وخصومات، ده غير المسابقات اللي كان بيكسب فيها أكتر من شخص
من متابعينه، وكان هدفه من كده مش المكسب وبس، ده كمان كان بيدور على محبة الناس. أحمد في وسط زحمة شغله وحياته الأسرية اتفاجئ باتصال من رقم غريب، والمتصل كان فارس. وفي خلال المكالمة فارس اتكلم مع أحمد بنبرة تهديد، وقال له إنه مش هيسيبه في حاله وهينتقم منه ومن إخواته، وكمل تهديده وقال له يا ريت تخلي بالك من بيتك وابنك لأنهم في خطر. الكلام اللي سمعه أحمد خلاه يقلق، ومتخيلش إن فارس ممكن يكون بالبجاحة دي ويوصل بيه الحال إنه يهدده. وبسبب قلقه من المكالمة حكى لوالده عن تهديدات فارس ليه، فنصحه إنه يتجاهله ويركز في شغله وبس. ولما فارس لقى إن أحمد ما صدرش منه أي رد فعل ولا تنازل عن القضية، خلى أخته دينا تتصل بنوال مرات أحمد وتهددها هي كمان، وقالت لها إنهم مش هيسيبوهم في حالهم لحد ما ينتقموا من جوزها بسبب اللي عمله في فارس، وإنها تخلي بالها من جوزها وابنها. وبعد نهاية المكالمة الخوف والقلق اتملكوا من نوال، وفكرت كتير إنها تقول لأحمد أو لأهله عن اللي دينا قالته، بس تراجعت خوفا من المشاكل، لأن أكيد أحمد وإخواته مش هيسكتوا لو عرفوا بالمكالمة اللي حصلت، وإنها ممكن تكون سبب في فتح باب مشاكل اتقفلت ودي مجرد تهديدات. ومر أكتر من شهر ورجعت الدنيا تستقر من تاني. وفي يوم وقفة عرفات الموافق الخميس 5 يونيو 2025 أحمد كان موجود في المحل اللي في رشيد، وكان معاه أخوه معاذ وصاحبه أحمد السيد الدباني اللي كان رايح يوصله. ولما الثلاثة خلصوا شغلهم وقفلوا المحل على الساعة 12 بالليل، معاذ سلم عليهم وسابهم ومشي، واحمد وصاحبه ركبوا العربيه عشان يرجعوا لبيوتهم. وقبل ما يخرجوا من المنطقه اللي فيها المحل وتحديدا في شارع السوق، احمد المسلماني اتفاجئ بفارس وهو واقف قدام عربيته وبيشاور له. احمد وقف وقتها عشان يعرف فارس عاوز ايه، وشخصيه زي احمد بتربيته واخلاقه اكيد ظن ان فارس هيعتذر ويتصالح، وخصوصا ان بكره العيد. لكن للاسف احمد ظنه ما كانش في محله. في اللحظه دي فارس راح ناحيه باب العربيه، ولما قرب أحمد فتح الباب وبعفوية ابتسم له ومدله إيده بالسلام. ففارس طلب من أحمد إنه ينزل من العربية عشان يتكلم معاه كلمتين، وبالفعل أحمد نزل من العربية، بس فارس وقتها ما اتكلمش، وفجأة شده من التيشيرت بتاعه. وفي اللحظة دي أحمد السيد نزل بسرعة من العربية عشان يبعدهم عن بعض، وفي نفس الوقت ظهر المجرم التاني وكان واقف بعيد بيراقب الموقف ومنتظر اللحظة اللي يتدخل فيها سيف الدين الجمال ويبقى صاحب فارس. وفجأة جري في اتجاههم ومسك أحمد المسلماني من ظهره، وأحمد السيد حاول في الوقت ده يحمي صاحبه، لكن فارس زقه وخرج سلاح أبيض من جيبه وضرب بيه أحمد المسلماني في صدره ودراعه. ومن بعده ضرب أحمد السيد، ومن ناحية تانية كان سيف خرج سلاح أبيض من جيبه وضرب أحمد المسلماني عدة ضربات على الراس والرقبة. وكل ده حصل في ثواني، والناس اللي في الشارع أول ما شافوا الموقف اللي حصل اتجمعوا بسرعة، وقبل ما يهجموا على سيف وفارس كانوا هربوا واختفوا من الشارع. أحمد المسلماني وقف مذهول من اللي حصل، ولما استوعب كم الجروح اللي في جسمه راح لعربيته بسرعة عشان يركب ويروح لأقرب مستشفى. وأحمد السيد خد صاحبه وراح بيه على كذا مستشفى، وكل مستشفى يروحها كانوا بيرفضوا يستقبلوه بسبب خطورة حالته، والمستشفى العام استقبلته وهناك تم الكشف عليه ودخل العناية المركزة. وفي الوقت ده الدكاترة حرفيا كانت بتصارع الوقت، لكن كل ثانية كانت بتمر على المسلماني حياته كانت بتتعرض للخطر. وبعد مرور أكتر من ساعتين وقبل الفجر بساعات، وتحديدا الساعة 2 الفجر أول يوم عيد الأضحى اللي كان موافق الجمعة 6/6/2025، وصل اتصال للحاج محمود إن ابنه أحمد في المستشفى وحالته حرجة. ومهما أوصف لكم مش هقدر أوصف صدمة أب منتظر إنه يجمع ولاده أول يوم العيد ويجيله خبر زي ده. والأكتر من وجع الصدمة هو الغدر والخيانة. النيابة وصلت وخدت أقوال أحمد السيد وحكى كل اللي حصل بالتفصيل، وكمان أخدوا أقوال والد أحمد المسلماني اللي اتهم فارس وصاحبه سيف بالشروع في قتل ابنه، وأضاف في أقواله شكوا في والد فارس ووالدته وأخته وإن ليهم يد في الجريمة، وده لأنهم بعد قضية السرقة هربوه وتستروا عليه. في الوقت ده الدكاترة بلغوا أهل أحمد إن ابنهم لازم يتنقل لمستشفى في اسكندرية لأن حالته سيئة جدا، وفورا خرجوا بعربية إسعاف مجهزة وراحوا على مستشفى مبرة العصافرة في اسكندرية، لكن المستشفى رفضت استقباله. وأخيرا استقبلته المستشفى الملكي في منطقة المنظرة، وتم كتابة تقرير طبي بحالته والمذكور فيه إن أحمد محمود إبراهيم المسلماني مصاب بجرح قطعي كامل في الذراع الأيسر، وقطع في الأوتار والأوردة، واشتباه في قطع في الشرايين، وجرح قطعي في
في الرأس طوله 15 سنتي، ده غير جرح في الأنف عبارة عن قطع، وجرح في الرقبة من الخلف طوله 7 سنتي. الصور فعلا اللي اتبعتت لي صعب عرضها. أما حالة السيد أحمد الدباني بالتقرير بعد الكشف عليه تبين بأنه مصاب بجرح قطعي في الذراع الأيسر وجرح سطحي في الساعد الأيسر طوله 15 سنتي مع اشتباه في قطع بالأوتار. وبعد صدور التقارير الطبية النيابة فرغت كاميرات المراقبة اللي موجودة في شارع السوق اللي أظهرت الواقع بوضوح واللي اتفقت مع أقوال أحمد السيد. وفي خلال ساعات فيديو الواقعة انتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي وأثار غضب آلاف المتابعين اللي فعلوا هاشتاجات كتيرة وكلها بتطالب بالقصاص لأحمد المسلماني والحكم على فارس وسيف في ميدان عام. وفي أقل من 24 ساعة تم القبض على المتهمين وبدأ التحقيق معاهم، وكانت أقوالهم إنكار ودفاع عن نفسهم، ده غير إنكارهم بمعرفتهم ببعض. والغريب إن والدة المتهم التاني سيف بتقول إن سيف كان بيوجب مع صاحبه، فلو ده الواجب من وجهة نظرها فنتمنى إن الواجب يترد لابنها وصاحبه بالقصاص العادل. وباستدعاء أسرة المتهم الأول فارس بناء على اتهام والد المجني عليه أحمد المسلماني تم سؤال والدة فارس وأخته عن تحريض فارس، وطبعا أنكروا وقالوا إنه ما حصلش. المشكلة الحقيقية إن القضية دي تتحول لمشاجرة في حين إنها مع سبق الإصرار والترصد غير التهديدات المستمرة قبل يوم الواقعة. أما عائلة المسلماني وقتها فكانوا في حالة حزن شديد على ابنهم، وزوجته نشرت أول بوست للواقعة وطلبت إن الناس تدعي له. ويوم الأربعاء الموافق 11/6/2025 اتوفى أحمد المسلماني وتم نقل الجثمان لمشرحة كوم الدكة في حالة كبيرة من الحزن سواء على أرض الواقع أو على مواقع التواصل. وفي يوم الخميس 12/6 وبعد صلاة العشاء تم نقل أحمد المسلماني لمثواه الأخير، واستحشد كبير من أهالي قريته في مشهد مهيب يثبت قد إيه أحمد كان شخص محترم ومحبوب. أنا عايز أكسب بس حب الناس، وده كان متأكد لي من خلال الرسائل الكتير اللي اتبعتت لي من أصدقائه أو معارفه. أحمد المسلماني اسم اتضاف لقائمة الغدر، وحاليا القضية أمام القضاء المصري، وحق أحمد المسلماني هيرجع بإذن الله. أحمد اتوفى وهو عمره 27 سنة وساب وراه زوجة وطفل ما كملش سنة ونص اتحرم من السند، ده غير أب وأم اتكسر ظهرهم بسبب وفاة ابنهم اللي الكل شهد له انه مثال للشاب المحترم وان حياته مقتصرة على شغله وعيلته، وكان كل ذنبه انه آمن لشخص خاين. يا ريت احمد كان عمل بمقولة اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. ربنا يرحم احمد ويصبر اهله. يا ريت ندعي لاحمد في الكومنتات ونعمل شير للفيديو ونفعل الهاشتاج، يمكن نساعد في رجوع حق احمد والقصاص من المجرمين. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، اما الحكم في الاول وفي الاخر فهيكون ليك. دمتم في امان، سلام.